الأربع وامتداد لمدة 3 سنين مع في عقد مع نادي سيراميكا. طيب هل العقد بتاعه إن هو يمنع إن هو ينتقل لأي نادي آخر أو بالأخص نادي الزمالك؟ بيقولوا إن في اتفاق ما بينهم وما بين الأهلي ويعتبر ملزم أدبيا بعدم انتقاله. فمن الكلام كده تفهم إن القندوسي ممكن هيبيعه لأي فرقة ما عدا نادي الزمالك. وحاطين برضو من ضمن البنود ان النادي الاهلي هيحصل على 15% من اعاده بيع اللاعب عشان يقدر ان هو يخلص من اللاعب. لان اللاعب انا اقول لك الاهلي باعه ليه؟ باعه لان هو يعتبر زياده في قايمه الاهلي، والاهلي بيصرف او بيدفع له مبلغ من عنده. فطبعا خلال الفتره اللي فاتت الاهلي اتفضح من سوشيال ميديا الزمالك ان هو عنده اكتر من 6 اجانب وبيطلع اللعيبه دي وبيدفع لها فلوس. الفلوس دي بتيجي منين؟ فعشان كده اضطر ان هو يتخلى عن بعض اللاعبين لان الريحه فاحت وبقى